أستاذ أيمن حسن كاتب الصحفي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. تسمح لي بقى يعني أسألك كم سؤال كده؟ اتفضلي. استكمال طبعا للقاء السابق قبل كده. أنت شايف من وجهة نظر حضرتك يعني بعد نجاح التيار الإسلامي وحصوله على نسبة كبيرة في مقاعد البرلمان، هل ده هيكون ليه تأثير في المجال الفني أو المجال الثقافي؟ لا، ما أعتقدش الحقيقة أن هيكون ليه تأثير، وخصوصا إن إذا كان الفن هادف. يعني طبعا الفن رسالة جميلة جدا، سواء فن تلفزيوني أو سينمائي أو مسرحي أو ثقافي. نجاح التيار الإسلامي أو حصوله على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب ده مش هيقلل أبدا من الإنتاج الفني، طالما إن هو عمل هادف، أو هيأثر على المجال الفني طالما إن هو فن هادف. وأعتقد إن لو هيبقى في دور رقابي، هيبقى الدور الرقابي للجهات المسؤولة، يعني الرقابة على المصنفات الفنية، الرقابة على السينما، الرقابة على المسرح. هيبقى الجهات المسؤولة هي المنوطة بالكلام دوت. إنما حصول التيار الإسلامي على أكبر عدد مقاعد في مجلس الشعب ده مش هيأثر على الحياة الفنية عموما في مصر، يعني ده اعتقادي أو رأيي الشخصي. فيما عدا ذلك طبعا لو أي حاجة غير هادفة أو بتمس بالحياء العام أو بتخدش الحياء العام، حقهم طبعا كنواب شعب أو كمواطنين شايفين حاجة غلط إن هم يعبروا عن رأيهم. أكيد إن طبعا حرية الرأي مكفولة للجميع، سواء كان تيار إسلامي أو ليبرالي أو مواطن عادي حتى يعني. طب حضرتك بقى بننتقل لنقطة تانية بالنسبة للثورة، أنت شايف برضه هل الثورة كده حققت أهدافها كلها ولا لسه في حاجة تانية؟ والله واحنا على يعني مقربة من الاحتفال بثورة 25 يناير العظيمة اللي الشعب المصري كله انتفض وصار فيها. انا ما اعتقدش ان في خلال السنة اللي فاتت دي كلها ان الثورة حققت اهدافها، يعني لسه في بعض حاجات لسه ما اتحققتش. احنا قدرنا نسقط النظام وقدرنا نحاكم رموز النظام وما زالت المحاكمات شغالة، انما ما انتهتش. الشعب المصري او الشارع المصري كله يهمه الى ما سيصدر عنه ما ستصدر عنه هذه المحاكمات يعني. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا احنا كنا بننادي بحرية وعدالة اجتماعية ومساواة. أنا أعتقد إن شاء الله ربنا يقدرنا، يقدر المصريين ويقدر الحكومة ويقدر الرئيس القادم اللي الشعب هينتخبه بأمر الله، إن هو يحقق لنا أهدافنا وأهداف الثورة اللي إحنا نادينا بيها، أو مطالب الثورة تحديدا اللي إحنا نادينا بيها، اللي هي حرية ومساواة وعدالة اجتماعية، ويبقى ما فيش حد فوق القانون وما فيش حد أحسن من حد، ويكون الكل متساوي في كل شيء، حقوق وواجبات. كله بينعم بحياة كريمة، كله بينعم بالاستقرار. وطبعا انا سبق واتكلمت عن الاستقرار، احنا يجب ان احنا نستقر عشان ندي فرصة للحكومات كمان ان هي تستقر وتاخد القرارات المناسبة اللي بيها يعود على المواطن بالنفع، يعني بالمواطن المصري. فانا اتمنى ان شاء الله تكون بعد ما المجلس العسكري ان شاء الله يسلم السلطة، ان احنا نعمل انتخابات رئاسية نزيهة يشارك فيها كل طوائف المجتمع المصري وكل المواطنين ببطاقة الرقم القومي زي ما قلنا قبل كده، وتسفر الانتخابات ديت عن يعني ترشيح أو قيادة البلد برجل حكيم عادل قوي، يقدر يحمي مصر خارجيا وداخليا، يقدر يحقق للمواطن اللي بيتمناه، يقدر يعبر عن رأيه ورأي حضرتك، ويقدر يحقق لنا طموحاتنا وأحلامنا، ومن خلاله إن شاء الله مصر ترجع لريادتها ومكانتها الطبيعية في المنطقة العربية يعني. بأمر الله. طيب بالنسبة بقى للاحتفال بقى نفسه، متخيل إن الشعب عامة أو القوى السياسية أو المنظر الاحتفال أو الصورة النهائية للاحتفال هتكون إزاي؟ بعد ثورة 25 يناير. والله هقول لحضرتك على حاجة، هو ما حدش يقدر يتوقع حاجة معينة طبعا، يعني هيكون الاحتفال ازاي يوم 25 يناير. انما اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان انا اتمنى ان كل القوى السياسية اللي في مصر وغير القوى السياسية، كل المواطنين ينزلوا يحتفلوا باليوم العظيم دوت، اللي هو اصبح يوم تاريخي، يعني يوم في ذاكرة التاريخ وهيفضل في ذاكرة التاريخ الى ابد الدهر. يحتفلوا احتفال كرنفالات وحاجات جميلة، ويبقى يوم جميل جدا جدا، يوم احتفالي فعلا يعني.
يحتفل فيه المسلم والمسيحي وكل من يحمل الجنسية المصرية يتواجد في ميدان التحرير للاحتفال فقط وليس لشيء آخر يعني. علشان نحس ان احنا انجزنا ونحس ان احنا حققنا حاجه. احنا بنقول ان احنا عملنا ثوره جميله وحققنا وفي بعض اهداف اتحققت، يبقى احنا المفروض او الوضع الطبيعي ان احنا نحتفل بقى يعني. جه وقت الاحتفال او في وقت الاحتفال نحتفل. غير كده طبعا انا ما اتمناش، واتمنى الاستقرار برضو تاني بقول، لان ده داخل برضو في اطار الاحتفال. لما يكون احتفال جميل والناس كلها العالم كله بيتفرج عليه من خلال الفضائيات او من خلال القنوات الفضائيه، فاحنا كده بنعكس الصوره لدول العالم ان احنا عملنا ثوره ونجحت والنهارده بنحتفل بيها. متشكره جدا على اللقاء دوت، واتمنى مزيد برضو من اللقاءات، يعني لسه طمعانه برضو في مزيد من اللقاءات ان شاء الله يا فندم. وانا بشكر حضرتك انك اتحت لنا الفرصه للمره الثانيه، وبشكر كل المواطنين او كل الناس اللي هتشوف الحلقه. متشكره جدا، مع الف سلامه. شكرا. مع السلامه. شكرا.